السلام عليكم متتبعي القناة، نتمنى تكونوا بصحة وسلامة وبأحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غنحضر معكم بيتزا اللي كنحضروها بخبز التاكوس، سهلة التحضير سريعة وكتجي لذيذة. وكيف ما كتشوفوا هنا في هذه الصورة كنحضروها على شكل بيتزا وكنحضروها هكا على شكل ديغولي. كيكون هذا هو الشكل ديالها بعد ما كنخرجوها من الفرن، كتجي على هذا الشكل هذا، سهله ولذيذه. بسم الله. لتحضير هذه البيتزا هذه كنحتاجو هنا بحال هنا خديت اللانشون اولا كتاخذوا الجامبون دو داند فيمي، المهم شاركوتري على حسب داكشي اللي متوفر عندكم اللي بغيتو، بصيله مشلضه، فليفله خضراء وحمراء هكا مقطعين مكعبات صغيره رقيقه، وصلصه الطماطم كندير فيها زبيته بلديه هكا، شويه البزار، الملح، الزعتر، صافي. وكنغليوها. كناخذوا الجبن المفروم ايدا موتزاريلا، كتخلطوا انواع ديال الجبن على حساب الرغبه واللي متوفر عندكم، وشويه الزعتر هكذا. صافي كناخذوا هكا هاد الطاوه اللي كتدخل الفرن، كنوضعوا بها هكا ورق الطهي صافي، وضعت فيها هكا قطعه واحده من خبز التاكوس، وكندهنها كامله بصلصه الطماطم بحال اللي كندهنوا البيتزا العاديه، بحال اللي كندهنوا عجين البيتزا. بالنسبه للحشوه نتوما كديروا الحشوه اللي بغيتو، اللي كان عندكم، بغيتو تحضروها بالثوم، بكفيته، بالدجاج، كيف ما بغيتو على حسب اللي متوفر عندكم. وبالنسبه للخضر حتى هي الا بغيتو تشحروها هكذا في شويه زبيته بلديه ولا هذا وعده تستعملوها، كتشحروها شويه، ما بغيتوش خليوها هكذا على حسب الرغبه ديالكم كيفاش كتعجبكم. صافي هكذا غادي ندير هكا البصيله مشلضه، فوقها هكذا كنضيف فليفله حمراء مقطعه مكعبات رقيقه، وفليفله خضراء، صافي. هنايا انا استعملت هكذا لانشون مقطع، نتوما استعملوا اللي بغيتو، عندكم شاركوتري مشكله كتستعملوها، دي سوسيس فيمي اللي هكا اللي بغيتو. وغادي ندير واحد الكميه هكا، غنضيف كميه من الجبن الفوق صافي، شويه الزعتر هكذا كنحكوه وكنضيفوه فوق الجبن. صافي كنغطيه هكا بقطعه اخرى من خبز التاكوس، هكا كنضيف عليها الجبن من الفوق. بغيتو تضيفوا هكذا شويه ديال صلصه الطماطم، تعاودوا دهنوا بصلصه الطماطم من الفوق وعاد الفرomاج، كيبقى على حسب الرغبه الا كانت كتعجبكم. صافي انا كنكتفي هكذا غير بالجبن هكا من الفوق، وغنزينها هكا بشويه بقطع هكا ديال الفلفله غير باش تعطي هكا منيضر، تعطي اللون. كنحك عليها هكذا شويه الزعتر وشويه ديال الزيتون الاسود. صافي وكندخلوها للفرن حتى هكذا كطيب شويه، كيذوب لينا الجبن، كتبدا هكذا شي شويه كتحمر صافي، وكنخرجوها. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه، والى عجبتكم ما تنسونيش من الدعم ديالكم، من لي لايك، من اشتراك في القناه فضلا وليس امرا. خليت لكم الراحه، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.